حبيتها بجد؟ والله كلمة حبيتها ديت يعني لا تقارن باللي في القلب. يعني كلمة حب ده وصف خفيف، يعني وصف خفيف جدا للي هي موجودة فيه. الواحد بيتمنى من ربنا يعني ان يجي على يومه قبل يومها عشان ما يبقاش حاسس باليتم جامد يعني. أكيد حبيتها بجد. وأصل هو كان حب حياتي من أولى ابتدائي مع بعض لغاية تالتة ثانوي مع بعض، فهي اتجوزت بعد ما خلصت ثانوي عام. حبيتها بجد؟ حبيت مين؟ حبيبتك. انا في هندسه، استبعد عني. انا في هندسه. مالها هندسة؟ عندنا في هندسه مفيش وقت للحب. عندنا محاضرات، تسليم روبورتات، تسليم اسايمات، مفيش حب. بس هو ده كل اللي عندنا. ده ملخص حياتك في هندسة؟ بس ولا جواز ولا اي حاجة؟ لا جواز ايه؟ عندنا بيتجوزوا بتوع هندسه اما شعرهم بيقع زي كده بالظبط عند السن ال 35 سنه بس. سن ال 35 سنه يبدا يفكر. شايف دقني؟ ما فيش حب. والله يعني مفيش حد ما بيحبش بجد، ده الراجل يعني. انا عارف ان الراجل ما بيحبش غير بجد. انا كنت خاطب وكنت مفشكل وما حصلش نصيب الكلام ده. طب هي حبيتك بجد يعني؟ هي من ناحيه حبتني فهي حبتني، بس حصل ظروف اللي ولا انا فاهمها ولا هي فاهماني. طب هي بقى حبيتك؟ اكيد برضه حبتني. سابتك ليه؟ سابتني ليه؟ النصيب بقى، نصيب. بس يعني النصيب. ما اعرفش والله، يعني الدماغ بقى مش مظبوطه. الناس بتتدخل بقى ما بين كده. الصحاب برضه مش كويسين. اعتقد يعني من كلامها لكن انا لا، ما حبيتها. ما حبيتهاش ليه؟ عادي، ما مش شبه بعض، ما كناش شبه بعض، فاهم؟ بس هي وجهات النظر ما كناش شبه بعض خالص. انتوا فين دلوقتي مع بعض لسه؟ لا، كل واحد راح للنصيب. يبقى انت ما حبيتهاش او هي ما حبيتكش بقى؟ لا عادي، الظروف ساعات في ظروف بتبقى أقوى من الواحد يعني. سابتك؟ يبقى ما حبيتكش. ده اللي انا حسيته، عشان سابتني وبعديها بفتره لقيتها مع واحد تاني. كله ضحك على العقول. كله ضحك عليه. طب وهي حبيتك؟ أكيد، بس هي كان في مشاكل بين عيلتنا وعيلتها وكده، فما عرفناش نتقدم وكده عشان خاطر المشاكل دي. لو الفيديو ده عجبك اعمل لايك واشتراك في القناة، وصل الفيديو ده 50,000 لايك. عارف ان هو مش هيوصل اقسم بالله، بس دينا بنحاول.